اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن تعادل نادي بيراميدز مع سان داونز، والحديث اللي دار عن سان داونز في دوري ابطال افريقيا الفتره اللي فاتت والايام اللي فاتت بعد خسارته للمباراه الاولى وتعادله النهارده للمباراه الثانيه. وحديثنا النهارده عن النادي الاهلي وان شاء الله بدايات كاس العالم للانديه. خلاص المباراه القادمه للنادي الاهلي هتبقى اولى مبارياته في كاس العالم للانديه للمره الرابعه على التوالي. هنتكلم عن ده بالتفصيل وعن الفيديو طبعا اللي نزلته بيج النادي الاهلي والتحضيرات لكاس العالم للانديه. هنتكلم ايضا عن رجال اليد للنادي الاهلي وفوزهم بكاس السوبر على غريمهم التقليدي نادي الزمالك. وهنتكلم كده في نقطه ما يعني عن امام عاشور في حاجه ضارب برضه على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. وفي النهايه لازم تركزوا كويس قوي لان يمكن اهم حته في الحلقه انا سايباها في اخر الحلقه. ولكن نبتدي في البدايه كده مع سان داونز وتعادلها امام بيراميدز. النهارده سان داونز كانت بتلعب مباراتها امام نادي بيراميدز. طبعا المباراه اتلعبت الساعه 3 العصر والمباراه انتهت بالتعادل السلبي من جانب الفريقين. فبعد المباراه خلاص المباراه انتهت بشكل عادي جدا. للعلم سان داونز السنه دي انا مش شايفاها ككوره في الملعب هو افضل مواسمها ككوره في الملعب، ولكن المباراه انتهت عادي جدا وتعادلوا الفريقين. تلاقي بيج كبيره المفروض في مصر بتتكلم عن الكوره بدون ذكر اسمها، يعني كامل احترامنا للجميع، ولكن منزله بوست وكاتبه بيراميدز تفك عقده النادي الاهلي امام سان داونز في بوست غريب جدا في عنوان غريب جدا مش مهني بالمره. معرفش هل في صحفي ممكن يكتب بوست زي ده ولا لا، ولكن معلش هي بيراميدز لما بتفك عقده الاهلي امام سان داونز ويبقى كده بقى الاهلي بقاله يا ربي قد ايه، بقاله سنين بيفك عقده مين بقى في افريقيا؟ بيفك عقده مين امام كل الفرق؟ بيفك عقده الزمالك، بيفك عقده كل الفرق المصريه امام الفرق الافريقيه. بص غريب جدا رغم ان النادي الاهلي على فكره في السنتين اللي فاتوا او 3 سنين اللي فاتوا اتعادل هناك مرتين على ما اظن او 3 مرات هناك في بريتوريا امام سان داونز على ارضهم. ولكن الغريب ان انا بشوف كتير من الناس ناسيه خالص ان النادي الاهلي ال3 سنين اللي فاتوا مخرج سان داونز مرتين من ربع النهائي، مره في البطوله التاسعه اللي النادي الاهلي خدها بالقصد امام نادي الزمالك، ومره في البطوله العاشره اللي ايضا خرجنا فيها سان داونز من ربع النهائي. فالنادي الاهلي في اخر 3 سنين هو مش سان داونز مثلا حاطط علينا في كل الماتشات، لا النادي الاهلي مخرجه مرتين من الربع النهائي. النادي الاهلي حتى البطوله اللي فاتت اللي هو خسر بيها في خماسيه في دوري المجموعات قدر النادي الاهلي من بعدها ان هو يصعد من دور المجموعات وحصل هو على البطوله وسان داونز خرجت من نصف النهائي. فانا مش فاهمه هو فين عقده النادي الاهلي اللي امام سان داونز. ولكن ايضا شفت ناس بتتكلم عن فكره الحضور الجماهيري، واللي انا لاحظته يعني ما شاء الله النهارده ما كانش فيه يعتبر حضور جماهيري امام بيراميدز، ولكن كانوا بيتكلموا ان هو قدام النادي الاهلي يا جماعه ده بيدخلوا الجماهير ببلاش وبيقعدوا يعملوا لهم حفلات من قبلها باسبوع ان هم لازم يروحوا المباراه. ولكن انا شايفه برده ان ده منطقي، انت ما ينفعش ان انت تساوي بيراميدز بالنادي الاهلي او تساوي اي فرقه ثانيه في افريقيا اصلا بالنادي الاهلي. فانا شايفه ان دي حاجه طبيعيه ان اكيد مش هيعملوا ماتش بيراميدز بقيمه ماتش النادي الاهلي. ولكن نيجي بقى للنادي الاهلي وبيج النادي الاهلي اللي اعلنت ونزلت السيشن الرسمي المعتاد للاعبين النادي الاهلي كل سنه بقى لنا 3 سنين بنشوف الفيديو هو طبعا والاعلان وبالبدل وهم رايحين كاس العالم للانديه. والسنه دي ده الفيديو الرابع. طبعا كلنا بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يقدم حاجه كويسه في كاس العالم للانديه. طبعا الاداء الفتره الاخيره اداء سيء في عيوننا احنا كجماهير النادي الاهلي، ده بعيدا ان احنا في اسوأ حالاتنا. انا هقول احنا عاملين ايه كويس قوي في اسوأ حالاتنا ودي هتيجي في الحته بتاعت امام، ولكن لا الاداء الفتره اللي فاتت ما كانش كويس ابدا من النادي الاهلي سواء على مستوى الدوري او اخر مباريتين حتى في دوري ابطال افريقيا. انت واخد من اخر مباريتين بس نقطتين ودي حاجه يعني غير مسموح بيها ابدا، خصوصا ان انت اخر مباراه دي كانت على ارضك انت هنا في مصر، فانك تاخد منها نقطه دي حاجه احزنت الجماهير كتير جدا. الاداء الفتره الاخيره اصلا عموما مذبذب بالنسبه للنادي الاهلي، كلنا رايحين كلنا مخاوف مش عارفين هنعمل ايه في كاس العالم للانديه. ولكن انا كل امل في مارسيل كولر ان هو ان شاء الله يقدر يقود الفرقه ان احنا نحقق حاجه كويسه في كاس العالم للانديه. مستبشره خير. حد يقول لي ايه جاي لك يعني الثقه دي منين؟ اقول لك مش عارفه جايه لي منين، ولكن انا واثقه في النادي الاهلي دايما ان ايا كانت حالتنا عامله ازاي ايا كان مستوى اللي هنقابله هيبقى عامل ازاي، انا واثقه لا ان احنا نقدر نعملها ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق حاجه كويسه في البطوله دي. وطبعا كابتن محمود الخطيب اعلن ان المهندس خالد مرتجي هو رئيسا لبعثه النادي الاهلي المتجهه للسعوديه طبعا للمشاركه في كاس العالم للانديه. وطبعا نيجي للسيشن اللي انا يعني هوريكم فيه بعض اللقطات. طبعا انا بحب قوي يا جماعه دايما ميديا النادي الاهلي والتصوير بتاع النادي الاهلي والكادرات اللي بتتاخد واللقطات اللي بتتاخد، بحس بيبقى فيها كرياتيفيتي. يعني طبعا لقطه زي دي انا اول ما اوريها لك كده انت اكيد خلاص انت عارف هي دي ايه، انا مش محتاجه اكلمك. اللي بعدها برده لما اوريها لك انت خلاص عرفت دي ايه، انا مش محتاجه اتكلم. بحب قوي اللقطات دي من ميديا النادي الاهلي. ولكن نيجي بقى لامام عاشور.
طبعا انتوا شايف طبعا امام يعني ندمان جدا يا جماعه رايح كاس العالم للانديه، فالندم مقطعه بصراحه. ولكن حته مهمه جدا، طبعا النادي الاهلي اداؤه كان متذبذب الفتره اللي فاتت، ونتائجه ايضا كانت متذبذبه جدا الفتره اللي فاتت. فاذا بينزل علينا بوستات كده البيجات زملكاويه وزملكاويه عموما، منهم صحفيين كمان، نازلين فكره ندمان يا خساره، شوف انت بقيت فين واحنا بقينا فين. انا بس الفكره انا عايزه افهم بقوا فين والله يا جماعه كامل احترامي لنادي الزمالك، على فكره انا بقوله ده مش تقليل من نادي الزمالك نهائي، وعلى فكره مش هقول لك انت فرحان ان انت في الكونفدراليه وبتكسب في الكونفدراليه، لا افرح، ما عنديش اي مشكله، افرح براحتك، ولكن وانت بتفرح ما تجيش تحاول تقلل مني او تيجي عايز تعمل عليا لقطه، لانك هتيجي تعمل عليا لقطه لا هبقى هفكرك انت ايه كويس، يعني هفكرك انت مكانك ايه دلوقتي، ولا وهعرفك انت يعني انت ايه اللي انت هتحتفل بيه، وانت ايه مكانك اصلا، وانا فين وانت فين، وهعرفك كويس. لكن فكره ان انت شوف انت بقيت فين وانا فين، طب انا في اسوأ حالاتي انا دلوقتي التاني في الدوري، طبعا التاني في الدوري الفرق بوينت ما بيني وما بين بيراميدز اللي هو في المركز الاول، ولكن طبعا النادي الاهلي ليه مباراه مؤجله، يعني بيراميدز لعبه مباراه زياده عننا، النادي الاهلي لو كسب المباراه المؤجله دي هو يبقى متصدر الدوري. انت في المركز العاشر، تمام ما عنديش اي مشكله، براحتك يعني حريتك الشخصيه، انت في المركز العاشر، لكن ما تجيش تكلمني. يعني انا في اسوأ حالاتي انا متصدر مجموعتي في دوري ابطال افريقيا، انت لما بتروح مجموعات في دوري ابطال افريقيا الطبيعي بتاعك انت بتعمل اداء سيء لدرجه انك يعني بتنزل في المجموعه اللي تحتك يعني بتفضل تنزل بحيث انت تقع في المجموعه اللي تحتك، تمام. فما تجيش تكلم معايا، انا في اسوأ حالاتي انا رايح كاس العالم للانديه، فانا دي اسوأ حالاتي. هو اكيد امام مش قاعد دلوقتي اللي هو فاتني المركز العاشر في الدوري للاسف، لا انا كان لازم اكسب ابو سليم، انا فاتني مكسب ابو سليم، اكيد امام مش قاعد بيقول كده. لو انت شايف ان دي اسوأ حالاتي وان كده امام ندمان، فعلا امام بالمنظر ده اكيد ندمان ومقطع نفسه من الندم. وطبعا مش حابين ننسى رجالتنا في كره اليد طبعا وفوزهم بكاس السوبر امام نادي الزمالك، طبعا في الهيمنه اللي موجوده الفتره الاخيره في مباريات الديربي ما بين الاهلي والزمالك في كره اليد الفتره الاخيره، الدربيات اللي ما بين الاهلي والزمالك في الهاندبول النادي الاهلي متفوق فيها، النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بكاس السوبر، فالف مليون شكر لرجاله كره اليد اللي الفتره الاخيره مفرحيننا وعاملين نتائج كويسه جدا. وده كلام النهارده اللي بخصوص الكوره، وانا حاجه حبيت ان انا اعملها ان احنا ان شاء الله في كل فيديو في اخر كل فيديو نتكلم عن حاجه ليها علاقه بقضيه اخواتنا طبعا في فلسطين، وحاجه تلفت نظركم ليها عموما عشان الناس اللي بتقول انتوا صوتكم مش مهم او الكلام ملوش لازمه او انت فيها ايه لما تنزل بوست او الكلام ده كله ملوش اي 60 لازمه، لا هوريك النهارده ان الحاجات دي ليها لازمه بشكل كبير جدا، وتركز معايا واحده واحده كده. بتقعد تقول ان صوتنا ملهوش لازمه او ان احنا يا جماعه ما تقعدوش تكلموا وتقولوا طيب لمحمد صلاح يتكلم واعمل الكلام ده كله ان مش كلامه هو اللي هيحررنا. شركه زارا طبعا شركه مشهوره جدا وعالميه للملابس منزله كامبين ليها جديد كالعاده، ولكن تركز كده بقى الكامبين بتاعها عامل ازاي بالظبط. انا بس عايزاك تشوف الصور، طبعا الصوره دي زي ما انت شايفها قدامك كده ده تقريبا مش تقريبا هو كفن، تمام، وشايلينه. الصوره الثانيه كانه حد تحت انقاض ومتطرب، تشوف الصوره دي طبعا الناس ميته، اكفان زي ما انت شايف كده. حد هيقول لي يا تو انت مدققه زياده، يعني هم اكيد واخدين بالهم من الحاجات دي. ركز كده على الحته المكسوره اللي موجوده وراهم في الباك جراوند وهم بيتصوروا كده، ركز عليها دي ايه، يعني دي تديك ايحاء من ان هي شكل ايه. اي حد هيجي يقول لك انت يا عم مأفور، يعني انت هم اللي مركزين، ده انت اوفر قوي اكيد مش قصدهم كده، قول له اقعد على جنب، لان الناس دي بتركز في كل التفاصيل، الناس دي بتدعم بعض في كل حاجه باقل الحاجات، مفيش حاجه بيستهونوا بيها واي حاجه في ايديهم بيقدروا ان هم يعملوها. طبعا انا بقول لك كده عشان تبقى عارف ان فكره ان انت صوتك او فكره البوست اللي انت بتنزله او حتى دعمك المعنوي لا ده مش بيروح حضر، او ده مش حاجه ملهاش لازمه، لا دي حاجه ليها لازمه، وده واجب عليك كشخص، مش هقولها بقى كمسلم، انت كشخص، انت كإنسان عموما بتشوف اطفال بتموت، بتشوف حاجات ابادات بتحصل جماعيه بالشكل ده، بتشوف حاجات حتى القانون الدولي بيحرمها ولكن بتحصل بفلسطين والعالم كله ساكت، لا انت لازم تتكلم. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم، كانت معكم طه النجار، مع السلامه.